السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمود صالح في حلقة جديدة من نشرة المشجع. زي ما تعودتم حلقتنا فيها كل الأحداث اللي تخص الكرة المصرية والعالمية، فيلا بينا نبدأها مع بعض بأخبار الأهلي. الصحافة السودانية: مطالبات من جماهير الهلال السوداني للسلطات بوقف وقفل السفارة المصرية وطرد السفير المصري من السودان لحين تقديم مصر اعتذار رسمي للشعب السوداني على الإساءات العنصرية في مباراة الأهلي. الاتحاد السوداني يعلن تضامنه مع الهلال السوداني ويؤكد أنه سوف يساند الهلال في شكوى ضد الأهلي بسبب التجاوزات العنصرية التي حدثت. الصحافة السودانية تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن المشجع السوداني الذي اعتقل قبل مباراة الأهلي بسبب ارتداء ملابس تحمل كلمات مسيئة للمصريين. كولر يدرس إراحة تاو ومعلول ومحمد هاني والشناوي في مواجهة المحلة حتى يكونوا في قمة مستوياتهم أمام بيراميدز في نهائي الكاس ويتخلصوا من الإجهاد تماما. عبد الله السعيد يؤكد أن بيراميدز سيدخل مباراة الأهلي للقتال على الفوز لتحقيق أول بطولة في تاريخ النادي. جمال علام رئيس اتحاد الكرة يؤكد أن أزمة تقنية الفار في طريقها إلى الحل. جماهير الأهلي تطالب إدارة النادي بضرورة الضغط على اتحاد الكرة لإنهاء أزمة تقنية الفار قبل مباراة بيراميدز في نهائي الكاس. بيراميدز يؤكد أن أسامة جلال جدد عقده مع النادي لمدة عامين ليغلق الباب أمام رغبة الأهلي في ضمه. الأهلي يغرم أحمد عبد القادر 400,000 جنيه بسبب ما بدر منه تجاه الجهاز الفني. ونظرا لاعتذاره علنا سيد عبد الحفيظ يوافق على خصمها بشكل جزء من راتبه في الأشهر القادمة. نجوم الأهلي السابقين والجماهير الحمراء على تويتر يشيدون بموقف أحمد عبد القادر وإصراره على الاعتذار لكولر أمام الجميع مثلما أخطأ في حق المدرب أمام الجميع. مرتضى منصور يخضع للتحقيق اليوم في اتحاد الكرة في الشكوى المقدمة من الأهلي وعماد متعب ضده. ومصدر يؤكد أنه قد يصدر عقوبة ضد رئيس الزمالك الغير شرعي وعقوبة أخرى ضد كهربا بسبب مباراة القمة خلال الساعات القادمة. وزارة الداخلية تفتح تحقيق موسع لمعرفة من قام بتركيب صوت السباب للوزارة على فيديوهات جماهير الأهلي في مباراة الهلال السوداني لتشويه الصورة المشرفة التي ظهرت بها الجماهير. جماهير الأهلي تطالب وزارة الداخلية بضرورة التحقيق مع كريم أبو حسين أحد الإعلاميين الذين يظهرون على قناة الزمالك بسبب محاولة إحداث الفتنة بين جماهير الأهلي والوزارة، وذلك رغم نفيها وتأكيدها أن الفيديو الذي أثار الجدل مؤخرا مركب. عدم إثارة أيمن أشرف لأي أزمة وتدريبه بشكل قوي في المران وحضور اللاعب كل مباريات الفريق من المدرجات لدعم زملائه يؤكد أن التفريط في لاعب بقيمته وبهذه العقلية خطأ كبير. رئيس الهلال السوداني بعد الخسارة بثلاثية: ما حدث لن يمر مرور الكرام وتعرضنا لتجاوزات وإساءات في القاهرة وسنصعد شكوانا لأعلى المستويات. نبيل معلول مدرب الترجي التونسي: سنتعامل بشكل إيجابي مع القرعة سواء أوقعتنا في مواجهة سيمبا أو الأهلي أو شبيبة القبائل، رغم أنني لا أفضل اللعب ضد سيمبا نظرا لبعد المسافة بين تونس وتنزانيا، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات السفر مع الفارق الزمني القصير بين مباراتي الذهاب والعودة، لذلك أفضل مواجهة الأهلي أو شبيبة القبائل في الدور القادم. ميدو: النظام مهم في كرة القدم من أجل السيطرة على المجموعة، ومتفهم وجهة نظر سيد عبد الحفيظ بتوقيع غرامة مالية على أحمد عبد القادر لفرض سيطرة على مجموعة اللاعبين، وهذا حق أصيل للنادي، لكن رد فعل جمهور الأهلي قاسي جدا على عبد القادر، وذلك بعدما رأيت بعض التغريدات لجماهير النادي الأهلي. اللاعب في النهاية بشر ومن الممكن أن يكون حزين على نفسه بسبب مستواه في المباراة، ومش شايف إنه قل أدبه أوي كده عشان الناس تطالب برحيله عن النادي. بلاش افتراء، الغرامة الأكثر احترافية واستكمال اللاعب لمسيرته طبيعي، لكن مطالب السوشيال ميديا كلها بخروج اللاعب من النادي الأهلي غير مقبول. أنا بدعم قرار الغرامة، لكن فكرة المطالبة برحيل اللاعب غريبة. سيد معوض: هدف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي في شباك الهلال رائع للغاية ولا يدل على أنه كان موقوف لفترة تصل لأكثر من 6 أشهر. اللاعب أصبح من العناصر المؤثرة في الأهلي مؤخرا. كهربا ليس في أفضل حالاته بدنيا وكان موفق للغاية في المباريات الأخيرة، كما أنه أكثر لاعب يشكل خطورة حقيقية على مرمى المنافسين، فهو يتحرك بشكل جيد والهدف الذي سجله كان فيه توفيق من الله. موضوع رحيل رامي ربيعة عن الأهلي يرتبط بأن يكون هناك أفضل منه داخل النادي أو خارجه، والأهلي لم يجهز أحد بدلا منه وأتوقع أن يكمل مسيرته مع الفريق الأحمر بشكل طبيعي. اعتذار عبد القادر لكولر أمر إيجابي، والأهم في المرحلة المقبلة هو التركيز داخل الملعب، ولا يجب أن يغضب أي لاعب عندما يتم استبداله وهو سيء. عبد القادر كان طوال 60 دقيقة التي شارك فيها لم يكن جيد، بل أن البعض كان يلوم كولر بسبب الصبر عليه طوال هذه المدة.
مدة. أتمنى أن تكون مباراة الأهلي والهلال انطلاقة للفريق الأحمر. الآن بدأت مرحلة المنافسة على البطولة ويجب المحافظة على التركيز والأداء الجيد، وفي وجود الجماهير المارد الأحمر قادر على الفوز بالبطولة. محمد شبانة مستاء تماما من التصريحات التي أدلى بها مسؤولي نادي الهلال السوداني عقب لقاء الأهلي. الفريق الأحمر فاز بثلاثية نظيفة بأداء رائع للغاية، وعلى الأشقاء السودانيين إعلاء المصلحة العليا والحرص على العلاقة مع المصريين. ما يفعلوه ليس شطارة، فقد خسروا اللقاء لأن الأهلي كان الأفضل. الطبيعي أن الأهلي كان يصعد متصدرا بدلا من صن داونز لأنه فريق كبير، والهلال نافس على بطاقة الصعود لأن المارد الأحمر لم يكن في أفضل حالاته فقط. تم استقبال الهلال بشكل جيد وتم الاحتفاء بهم، ومسؤولي الفريق السوداني اعترفوا بحسن الاستقبال في تصريحاتهم والبيانات الصادرة عنهم قبل المباراة. شريف عبد الفضيل: المباريات المقبلة للأهلي في دور الأبطال صعبة للغاية، علينا طي صفحة دور المجموعات والتركيز في المنافس القادم، والأهلي دائما يظهر في المواقف الصعبة وهدفه تحقيق البطولة أيا كان المنافس. الفوز على الهلال السوداني بداية عودة الثقة للاعبين، وكذلك إعادة الروح لاستاد القاهرة بعودة الجماهير، والكرة هي النبض الحقيقي للشارع المصري. ونشكر الجهات الأمنية على تنظيم اللقاء الأخير. رام ربيعة ومحمد عبد المنعم ثنائي متفاهم وقدموا أداء رائع أمام الهلال، وربيعة من أصحاب الخبرات ولديه سرعات جيدة ويجيد اللعب على الأرض. بقول لجماهير الأهلي وحشتونا، وأتمنى أن نراكم كثيرا في المدرجات. كرة القدم حياة وشغف للشعب المصري، كنا نلعب أمامهم كثيرا وأتمنى استمرار حضورهم بكثافة في المواجهات القادمة. الشعب المصري يتنفس كرة قدم، والتشجيع الرياضي أمر صحي. كنت أشفق على اللاعبين في حضور هذا العدد الكبير من الجماهير، ولكن الجماهير سندت ودعمت بقوة ولم تضغط على اللاعبين، وكانوا الورقة الرابحة للأهلي أمام الهلال. مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي أبدى تفاهمه لموقف عبد القادر، وقال أنه سيتحدث مع اللاعب في المران، وهو يستحق الإشادة بسبب هذا التصريح. يجب على عبد القادر أن يكون لديه انضباط في الفترة القادمة، وقد يكون غضب اللاعب بسبب غياب التوفيق عنه في لقاء الهلال، لكنه في الفترة الأخيرة كان من أفضل اللاعبين وعليه أن يتعلم الدرس جيدا. الهدف الذي سجله كهربا رائع للغاية، خصوصا بعدما نجح في استلام الكرة بشكل جيد ووضعها بشكل رائع في المرمى، ولو كان لاعب آخر لأصيب بالتوتر، خصوصا أنه قبلها أضاع فرصتين أو ثلاثة، لكنه استلم بهدوء ووضع الكرة لب بشكل مميز. حسين الشحات من أبرز اللاعبين في مركز الجناح، وهو دائما ما يظهر في المباريات الكبيرة. خالد مرتجي أمين الصندوق بالأهلي. جماهير الأهلي تحرك الصخر، وإن شاء الله تكون مباراة الهلال مجرد بداية عودة الجماهير بشكل كامل للمدرجات في مصر بشكل عام. الأهلي عندما تعاقد مع كهربا كان لاعب حر، ولكن النادي لن يترك اللاعب، وهذا أمر أكيد بعدما ضحى اللاعب من أجل ارتداء القميص الأحمر. الأهلي سيحاول بقدر الإمكان مساعدة كهربا، ويجب أن تنتهي هذه الأزمة، وكهربا قادر على إنهاء هذا الأمر، والخطيب لن يتأخر في مساعدة اللاعب في حدود المقبول والمسموح. سيد عبد الحفيظ مع محمود الخطيب يتابعون مع كهربا أزمة الغرامة، وهناك خطة موضوعة مع اللاعب، واللاعب قادر على دفع الغرامة والأهلي قادر على مساعدته. أحمد عيد عبد الملك: تصريحات المسؤولين عن الهلال السوداني كثيرة للغاية والكرة عقبتهم، خصوصا لحظة إهدار ركلة الجزاء في اللحظات الأخيرة أمام صن داونز. لم أقول أبدا أنني سأحضر لقاء الهلال والأهلي لتشجيع النادي السوداني، كانت هذه شائعة متداولة، فكيف سأذهب لتشجيعهم وأنا أعلم أنهم سيخسرون اللقاء؟ طريقة لعب الهلال لم تكن مناسبة في ظل الضغط الكبير عليهم، هم خسروا قبل اللقاء بسبب تصريحاتهم الكثيرة. الجمهور يكون مصدر قوة كبيرة للأندية الكبيرة، والدليل تصريح مدرب الهلال السوداني بعد اللقاء. أخبار الكرة المصرية: عبد الله السعيد يغيب عن ربع نهائي الكونفدرالية بسبب تعرضه للإيقاف. شريف إكرامي يواجه شبح الإيقاف لفترة طويلة بسبب حصوله على مادة محظورة وثبوت إيجابية عينته. أخبار المحترفين: في قرار يؤكد عدم احترامهم للدين الإسلامي تماما. مدرب نانت الفرنسي الذي يتواجد فيه مصطفى محمد يهدد اللاعبين المسلمين في الفريق بالاستبعاد من المباريات حال الصيام.